السلام عليكم متابعي الأعزاء. تلبية لطلب العديد منكم، وصفتنا اليوم شباكية سهلة هشة معلكة شاربة العسل بمذاق رفيع بمكونات جد بسيطة اقتصادية بدون دلك ولا تشباك. فضلا لايك والاشتراك مع تفعيل رمز الجرس. نبدأ على بركة الله بإناء العجن. لدينا هنا دقيق أبيض منخول، أضيف خليط من الشمر واليانسون المحمص والمطحون ناعما، حبة حلاوة والنافع، وكذلك مسحوق القرفة الدارسين، قبصة ملح. جميع المكونات ستجدونها مكتوبة بصندوق الوصف أسفل الفيديو. أضيف كذلك القليل فقط من خميرة الخبز وخميرة الحلويات البيكنج باودر، فقط القليل. أوزع النواشف مع بعضها البعض جيدا. سبق وحضرت معكم العديد من أنواع الشباكية، شباكية بالقوام، شباكية بدقيق القمح الكامل، كذلك شباكيات الفرن والعديد من الحلويات المعسلة والوصفات الرمضانية. غادي نوضع لكم روابطها بصندوق الوصف أسفل الفيديو. نضيف هنا ملعقة طعام من الخل والزيت النباتية. استعملت هنا زيت نباتية عادي بحرارة المطبخ. أخلط كل المكونات الآن حتى تتلبس كل جزيئات الدقيق بالدهن. تنبسو مزيان الدقيق. في هذه الأيام المباركة تنقول لكم عواشركم مباركة. تندعو الجميع لزيارة قناتي الأولى للطبخ وقناتي الثانية للحلويات والمخبوزات، فهناك العديد من الوصفات الرمضانية من شربات، فطائر، عصائر، سلطات إلى غير ذلك اللي غتستافدوا منها. نضيف الماء بحرارة المطبخ حتى نحصل على كتلة عجين واحدة، لكن بقوام قزح، أي بقوام صلب. مجرد ما تنحصلوا على كتلة عجين واحدة تنتأكدوا من تجانس ديال كل المكونات بالضغط الجيد مدة دقيقة على الأكثر. لا ندعك العجين كثيرا، مدة دقيقة واحدة للتأكد فقط من تجانس كل المكونات. نغطي العجين ونتركه يرتاح من 5 إلى 10 دقائق. نلتقي بعد ذلك. أقسم الآن العجين إلى 6 قطع بعدما إن ارتاح معنا، وأشكلها على شكل كرات، أبسطها قليلا وأحتفظ بها بأكياس. بهذه الطريقة قطع العجين ترتاح بسرعة وبالتالي يسهل معنا بسطها. بهذه الطريقة ستعطينا الطوع باش نطلقوها. نأخذ قطعة العجين الأولى التي شكلنا أولا، أبسط كرة العجين حتى نحصل على سمك رقيق. سنعتمد هنا على النشاب أي الدلاك. هذه الشباكية فهي جد بسيطة، كذلك تبعت الطريقة اليدوية في تشكيلها. أطوي العجين على شكل ظرف أو رغيفة المسمن كيف ما ستلاحظوا أمامكم، ونحتفظ بها بالكيس البلاستيكي وأستمر في تشكيل باقي الوحدات بنفس الكيفية. بعد الانتهاء نأخذ قطعة العجين الأولى اللي سبق وشكلنا، نبسطها بواسطة النشاب دائما حتى نحصل على سمك جد رقيق حوالي 2 ملم تقريبا. بهذه الطريقة تنضمن توريق الشباكية، كذلك تجي شاربة العسل بشكل جد رائع. هذا هو السمك اللي حصلنا عليه كيف ما تلاحظوا أمامكم. لتشكيل حلوى الشباكية سنحتاج إلى قاطعة دائرية مسننة أو كذلك قاطعة حلوى الشباكية الخاصة، وهي تباع لدى المحلات الخاصة ببيع مستلزمات الحلويات أو الأسواق، ولكن لربح الوقت سأستعمل قاطعة مسننة أي الناعورة أو الجرارة.
أزيل الأطراف للحصول على حلوى متناسقة. بالنسبة لقطع العجين التي أزلنا سنحتفظ بها بكيس من البلاستيك حتى ترتاح ونبسطها لتشكيل الحلوى بنفس الكيفية. سبق أن قسمت العجين إلى مستطيلات صغيرة. سأشكل بكل مستطيل 5 خطوط للحصول على 6 أشرطة بسمك 1 سنتيمتر تقريبا. طريقة جد بسيطة. قياس كل مستطيل هنا 6 سنتيمترات على 5 سنتيمترات، لكن القياس يبقى حسب الرغبة هنا لتشكيل وحدات متوسطة الحجم. سأطوي كل قطعة عجين على 3، أي استعملنا هنا 3 طبقات. بعد ذلك نطوي الأشرطة فوق بعضها البعض، نفتحها بهذه الكيفية ونضغط على الأطراف جيدا. بهذا نحصل على هذا الشكل، وأستمر في تشكيل باقي الوحدات بنفس الطريقة. سأريكم الشكل من جديد. نطوي كل مستطيل شريطين أولا، نحتفظ بهم بالأسفل، ثم نطوي شريطين فوقهما، والطبقة الثالثة. بعد ذلك نطوي الأشرطة فوق بعضها البعض، نفتحها بهذه الكيفية، نضعها فوق سطح العمل ونضغط جيدا على الأطراف. طريقة شباك الشباكية ستجدونها بأنواع الشباكية الأخرى، سأضع لكم روابطها بصندوق الوصف. نترك الشباكية معرضة للهواء حتى تجف قليلا، وأستمر في تشكيل باقي الوحدات بنفس الكيفية. بعد الانتهاء هنا حضرت حمام زيت غزير وساخن، كذلك العسل المنزلي والسمسم المحمص أي زنجلان محمر. نضع وحدات الشباكية للقلي بالزيت الساخن على نار أقل من متوسطة بقليل. للتأكيد نبدأ بقلي وحدات حلوى الشباكية التي شكلنا أولا، وتستمر بنفس الكيفية أي بنفس الترتيب. لتحضير العسل المنزلي الصنع ستجدون رابطه بصندوق الوصف أسفل الفيديو. نترك الحلوى حتى تكتسب معنا لون ذهبي جميل. سنترك الحلوى حتى تتحمر معنا من الجهتين. مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والعافية وعواشركم مباركة، سأقدم وصفات جد مبسطة واقتصادية في متناول الجميع لتقدروا تستفدوا منها. بعد ما اكتسبت الحلوى اللون الذهبي الرائع، نصفيها من الزيت ونضعها مباشرة بالعسل. هنا العسل بارد بحرارة المطبخ والحلوى جد ساخنة. نضغط على حلوى الشباكية برفق. ستكتسب لون أغمق، أي غادي تاخد معنا لون فونسي شوية مع العسل، وغادي نستمر في قلي باقي وحدات الشباكية بنفس الكيفية. إذن نترك الحلوى حتى تتشبع بالعسل جيدا. بعد ذلك سأزينها بالسمسم بعدما أن نصفيها من حمام العسل. بالنسبة لطريقة الاحتفاظ فيمكننا الاحتفاظ بها بأوعية محكمة الإغلاق ونحتفظ بها بالمجمد طيلة شهر كامل. سأريكم شكلها من الداخل وقوامها الهش. لاحظوا معي حصلنا على شباكية
هشة معلكة بمكونات جد بسيطة واقتصادية ومن أروع ما يكون بلا محين بلا عذاب. بالصحة والراحة، وإلى اللقاء.